جهزوا نفسكم عشان المسلسلات اللي هنقولها النهارده هترتب علينا حر اغسطس وهتبسطنا جدا جدا جدا. مسلسلات مستنيينها من شهور حرفيا، فتعالوا نشوف مع بعض اقوى المسلسلات اللي هتنزل شهر اغسطس 2025. اول مسلسل معانا اسمه ماري كيلز بيبل، هينزل 1/8. نوعه طبي وجريمة ودراما سوداوية شوية، من بطولة لي بو يونغ ولي مين كي وكانج كي يونغ. القصة بتحكي عن ماري، دي دكتورة شاطرة جدا ومحترمة جدا، بتشتغل الصبح في مستشفى وبالليل بتقتل الناس، بس مش بتقتل الناس بطريقة وحشة، هي بتقتلهم بطريقة رحيمة. بتقتل الناس اللي بيعانوا من أمراض لا أمل فيها، يعني مستحيل يخفوا منها، فهي بتخيرهم إن هي تموتهم موت رحيم عشان يحسوا براحة ويبطلوا يتعذبوا في الحياة. ولكن المشكلة إن الحكومة مش هتعدي الموضوع ده بالساهل، وهتبدأ مطاردة معاها ومع الحكومة. المسلسل ده بيتكلم عن إن هل الموت الرحيم أو القتل الرحيم جريمة ولا لا. بجد المسلسل شكله خطير جدا. المسلسل اللي بعد كده اسمه بيوند ذا بار، هينزل يوم 2/8 ونوعه درامي وقانوني، من بطولة لي جين وok وجونج تشاي يون. القصة بتحكي عن ان بطلتنا محامية لسه متخرجة جديد وعندها شغف كبير وحماس كبير، بتشتغل في مكتب محاماة تحت قيادة البطل بتاعنا، والبطل ده صارم وبارد وبيحب الشغل جدا وبيكره بيكره بيكره اي غلطات. ولكن مع الوقت العلاقة بينهم بتتغير وكل واحد بيتعلم من التاني حاجة مختلفة. يعني مثلا ان البطلة بتكتشف ان القانون مش ابيض واسود، والبطل بيكتشف ان الحياة مش كلها قوانين وصرامة وبرود. رسالة المسلسل ده هي رسالة حلوة قوي، بيورينا ازاي ان الشغل يقدر يغيرنا من جوه او يكون بداية لتغيير حاجات كتير قوي قوي احنا كنا فاهمينها غلط. المسلسل اللي بعد كده اسمه ماي لافلي جيرني، هينزل يوم 2/8، نوع رومانسي وحياة ودرامي، من بطولة جونج سيونج يون وكيم جاي يونغ. قصة بتتكلم عن هانا اللي هي كانت ايدول في الكيبوب، ولكن شهرتها بدأت تقل وبدأت تتخلى عن الحلم ده، وقررت انها تشتغل كصحفية سفر، يعني بتلف العالم وبتشوف الناس وبتكتب عنهم. قررت تسيب زحمة المدينة وتروح رحلة هادية جدا في الطبيعة، هتكتب فيها عن الناس اللي بتقابلهم وتكتشف فيهم نفسها من جديد، فهتشوف الحياة بشكل مختلف. وفي وسط ده كله هيظهر حبها القديم فجأة هيغير لها حياتها. المسلسل هادي وراقي جدا ومليان مشاعر كتير حلوة، كمان في مشاهد للطبيعة كتير قوي هتخلينا نحس بالراحة واحنا بنتفرج عليه. المسلسل اللي بعد كده اسمه Love Take Two، هينزل يوم 4/8 وهو عائلي وصيفي ورومانسي وكوميدي. المسلسل من بطولة يوم جونج وتشوي يون جي وكيم مين كيو وبارك هي جون. المسلسل بيتكلم عن ست أو امرأة بعد طلاقها بتقرر ان هي تسيب المدينة وتروح تعيش في الريف، هي وبنتها الصغيرة، وكانت فاكرة ان الهروب من المدينة هيحللها كل مشاكلها. لكن الحياة في الريف مش سهلة خالص، خصوصا بقى لما تكتشف ان الاكس بتاعها او حبها القديم عايش هناك. اما بقى بنتها فبدأت تتعلق بالحياة الريفية وبدأت تحب جدا وجودها هناك وتتأقلم هناك جدا، وكمان هتكتشف حبها هناك ومش هتتخلى ابدا انها تسيب الريف وتروح تعيش في المدينة. المسلسل ده غرضه دافي جدا، بيتكلم عن العلاقات الأسرية وكمان علاقات الحب اللي بتنشأ في أماكن احنا ما كناش متوقعين ان هي تنشأ فيها. آخر مسلسل معانا في الليستة دي أنا مش بعتبره صيفي قوي، ولكنه نازل والأبطال حلوين والقصة حلوة، فلازم أقوله لكم. اسمه 12، هينزل يوم 23/8 ونوعه أكشن وغموض وخارق للطبيعة، من بطولة ما دونج سيوك وبارك يونغ شيك. القصة بتتكلم عن إن من زمان كان في شر قديم عايش في كوريا، ولكن فجأة هيصحى ويبقى موجود في الزمن ده، و12 ملاك موجودين في السماء بيتحولوا البشر عشان يحاربوا الشر ده. ولكن ال 12 ملاك دول هم مش فاكرين اسمهم ايه، ولا فاكرين حياتهم كانت عاملة ازاي، ولا فاكرين عن نفسهم اي حاجة اصلا. ومع كل مهمة كل واحد فيهم يفتكر هو مين، وهيكتشف حاجات عن ماضيه السماوي. في وسط اكشن ودراما كتير قوي هنعرف عن المسلسل ده اكتر وهنكتشف اسرار كتير قوي. المسلسل ده بالذات للناس اللي بتحب الخيال والاكشن والقدرات الخارقة والحاجات اللي مش حقيقية. انتوا بقى قولولي ايه افضل مسلسل في اللي انا قلتهم دول حمسكم او شجعكم انكم تشوفوه، واكتبوهولي تحت في الكومنتات. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، واكتر مسلسل انتوا حبيتوه
وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس عشان نوصل لعدد جديد. احنا قربنا نوصل ل 2000 مشترك. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.